أرسن سيتي ان ماتش لقد كانت مباراة مختلفة تماما عن مباراة الذهاب. نعم تماما مختلفة. بدأنا بداية جيدة ولقد نحن أعطينا بعض الأهداف لفريق برشلونة لم يذهبوا هم للبحث عنها. كان لدينا إمكانية أن نسجل هدفنا الثاني قبل أن يسجلوا هم هدفا. لدينا كثير من الندم هذا المساء. أحد معلقين قال أن ميسي ليس في حاجة إلى هدية. هل تعتقد أنه لا يمكن مسكه هذا الرجل؟ طبعا كل اللاعبون يمكن مسكهم، ولكن حاليا هو أحسن لاعب في العالم بدون أي نقاش. لابد أن نعترف بذلك. عندما فريق مثل برشلونة يملك أحسن لاعب في العالم فهذا جيد جدا. فهذا من الفرق الممتازة جدا. لديكم شيء من الندم بالنسبة لمباراة الذهاب؟ نعم طبعا. لو قمت بمسح شامل للمباراتين لتجد أننا أضعنا كثير من الأهداف، وتنظر أن الأهداف كان وهذا يعطينا كثير من الندم. كان يمكن أن نسجل كثير من الأهداف. تتكلم عن المصابين، هل أثروا على فريقك؟ هذا من الصعب أن نقولها، من الصعب. هذا المساء كان بإمكاننا أن نترشح حتى بالمجموعة التي نزلت اليوم. إذا لا نلوم إلا أنفسنا. بدون كل هؤلاء اللاعبين تعتقد أنك كان بإمكانك أن تكسب الليلة؟ نعم أعتقد ذلك. لا تنسى أن هذا الفريق شاب جدا وصغير في السن، 22 أو 23 سنة معدل أعمارهم. ولكن أنا أعتقد أننا سوف نصارع من أجل الدوري البريطاني الإنجليزي. إذن عودة إليك أيمن بعد هذه المقابلة مع أرسن فينجر في انتظار